كيفكم؟ شو اخباركم؟ الله يسعدكم يا رب. رمضان كريم، رمضان كريم علي وعليكم، والله يتقبل صيام الجميع يا رب. يا جماعة أنا بعتذر منكم كتير كتير كتير، والله العظيم عن جد كتير بعتذر منكم. صار لي زمان قاطع عن القناة بشكل مو طبيعي، يعني صار لي زمان قاطع عن القناة، انه ما عم نزل فيديوهات، عم نزل الفيديوهات القصيرة. الناس اللي ما عم تشوف الفيديوهات القصيرة، بلكي في عالم عم تشوف انه ما عم نزل فيديوهات طول، بس ما عم تنتبه على الفيديوهات القصيرة اللي عم نزلها. الفيديوهات القصيرة اذا بدكم تشوفوها، لما تدخلوا على القناة تكبسوا على الفيديوهات الشورتس، بتدخلوا بتشوفوها. يا جماعة والله انا كثير اشتقت لكم، والله العظيم اشتقت لكم لدرجة انه عن جد اليوم انا قلت لحالي انا لازم صور فيديو لمتابعيني، ومثل ما يقولوا بارك عليهم الشهر. ان شاء الله البركة بطاعتكم يا رب، وان شاء الله الله يتقبل صيام الجميع. واكيد في كتير عالم صايمة مثلي حاليا، الحمد لله رب العالمين. فوالله العظيم يا جماعة ما قدرت اسوي شي لرمضان مثل فيديوهات لرمضان او شي بصراحة، يعني ما بدي كذب عليكم، بس مشكلة انه مشغول بحياتي الشخصية بصراحة، مشغول انه اسس شغلات لحالي، مشغول انه ما عندي وقت صور، او اذا عندي وقت صور عن جد ما عم يكون لي قلب صور بصراحة. اكيد في كتير فيديوهات، انا شفت في فيديو نازل على اليوتيوب واللي هو الله يحلكم اكيد رح تعرفوا اصلا. عن جد اليوتيوب بلش يعني تراجع بشكل مو طبيعي. صار اليوتيوب ما عم يعطي دعم لصانعين المحتوى اصلا، يعني اليوتيوب تراجع بشكل انه ما عاد يوقف مع صانعين المحتوى اللي عم يعملوا فيديوهات. انا من انسان او من الناس اللي كنت تسوي احلى الفيديوهات، وهذا الشيء والمتابعين اللي عندي بيشهدوا على هذا الشيء. يعني انا هال 90 مليون مشاهد اللي جابه بقناتي اكيد مو على الفاضي، اكيد الناس ضحكت. عندي فيديوهات موصل لاكثر من مليونين و3 ملايين مشاهده، يعني اكيد مو ناس راح يجوا يتفرجوا على فيديو بالغلط، اكيد هذا الفيديو كان يضحكهم. ولكن والله العظيم وصلنا لمرحله انه اجى شيء اصلا اعلى من اليوتيوب، ويعني واليوتيوب ما عاد يعطي اهتمام لصانعين المحتوى تبعاته. يعني مثل انا والله العظيم صار ما عندي، يعني والله انا مالي حابب بعد عنكم، تمام؟ انا مالي حابب بعد عنكم. لو انا حابب بعد عنكم والله العظيم لكنت ما عاد نزلت فيديوهات طول، ولا عاد حدا، ولا كنت هملت القناه بشكل مو طبيعي. بس انا عم حاول، بس تجي تعدي الطياره سبحان الله. هم بتركيا قد ما الطيارات بتطير، وبتقولوا كل دقيقه بتطلع طياره بتطير. فيا جماعة عن جد أنا عم حاول إنه ما ضيع القناة من إيدي. كيف يعني ما ضيعها؟ إنه والله العظيم ضل معكم ضل معكم ضل معكم لآخر ثانية بقدر فيها. بس كمان إنه لما أشوف ما في دعم ولا 1%، أنا هذا الشيء بضايقني بصراحة. يعني أنا من الناس اللي والله العظيم صار لي فوق الأربع سنين 4 سنين تعبت على اليوتيوب. أول سنة تعبت فيها بما جمعت ناس وجمعت مشتركين وجمعت مشاهدات. ثاني سنة واللي هي بلشت اتطور اكثر. ثالث سنة واللي هي بلشت اعمل اغنية وعملت ناس وصار عندي جمهور مو طبيعي. ورابع سنة اللي هي اشتغلت انا وابي. وخامس سنة اللي هي عن جد سنة دمار. والله العظيم صار انا صرت اقرف انه اقوم صور فيديو على اليوتيوب صراحة. اقرف مو مشان شيء، ده وحياة الله. انا بتعرفوا اذا انا بحطها براسي القصة، بحط براسي انه بسوي لكم احلى الفيديوهات وبتعب عليها خيرات الله، بس بالاخير تجوا تبركوا مثلا تتعبوا على فيديو يوم او 5 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، وبالاخير مثلا مشان ولا شيء. يعني عن جد الانسان بيحس انه تعب وراح على الفاضي. فانا مشان هيك يا جماعه حبيت هيك افشلكم اللي بقلبي. والله العظيم كثير متضايق من قصه اليوتيوب، انه ما عاد شوفوا المشكله مو عندي، في غيري وغيراتها ما بدي اذكر اسماء كانت مشاهدتهم بالملايين. طلع اذا عم تشوفوه والله العظيم ولا شيء، مشتركين خيرات الله ومشاهدات بالاراضي. ترى مو بس انا ها انه مشكله فيني، بلكي هلا انا كمان فكرت بيني وبين نفسي انه معقول المشكله فيني انا، انه انا اللي غلطان بحق اليوتيوب اللي انا ما عم عارف اسوي فيديوهات. لا، طلعت المشكله مو فيني. انا بركت وعملت هيك بحث كامل عن القنوات اللي انا كنت شوفها وعارفها. والله العظيم الناس كلها مشاهداتها بالاراضي. يعني لو ما يخجلوا حالهم ما راح ينزلوا فيديوهات طول، راح يكبروا قناه هيك خلص. انه لاني عم يدوروا، في ناس عم تدور على مصاري باليوتيوب، في ناس عم تدور على الشغف، في ناس بتدور على محبه الناس. شوفوا انا ما بدي اجي لكم اعمل حال نو انا والله وكذا واعمل حال انا الاحسن واحد بالعالم، لا. شوفوا والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو انا بهمني مصاري اليوتيوب او بهمني مصاري
اي منصه ثانيه، اقسم بالله العظيم لو شفتوني كنتوا كل يوم بمنصه شكل، وكل يوم باعلان شكل، وكل يوم بفيديو شكل، اقسم بالله العظيم مصاري الانترنت كلها ما بتهمني. والله العظيم هي عم احلف بالعظيم، هي انا صايم وعم لكم هذا الشيء. تمام. فيا جماعة بشكل عام اليوتيوب حسيته كتير تراجع. بتمنى من اليوتيوب عن جد يدعم صانعي المحتوى. انا انسان ما بجيب فيديو بعمل ردة فعل عليه وبسوي في فيديوهات عامله هيك، بس يعني يمكن بخانتي في يمكن 900 فيديو. تمام. بهال 900 فيديو يمكن 100 فيديو عامل ردة فعل مثلا انه جايب فيديوهات من برا وكذا، و800 فيديو عامل فيها مقالب. تخيلوا مثلا، يعني انا زلمه بصنع المحتوى، انا اللي بصنعه، وانا اللي بمنتجه، وانا اللي بصوره، وانا اللي بنزله، وانا اللي بحط العنوان، انا اللي بسوي صوره مصغر. لا تفكروا انا بيجي مين يعمل لي يسوي لي كذا وكذا وكذا وكذا، لا والله، لا وحياة المصحف. فهمتوا علي كيف؟ فيا جماعه بتمنى عن جد بس هيك دعم منكم على الاقل، لو انتم بس هيك كتروا بالتعليقات، كتروا اللايكات، ما بعرف لعل وعسى يطلع الفيديو هيك شوي لفوق، او اليوتيوب يشوفه او ينشره. والله العظيم اليوتيوب وصل لدرجه كثير تراجع. يعني انا والله انا من نوع وحياة المصحف كل سنه برمضان كنت تسوي شيء جديد، او شيء قصه، او شيء فيلم، او شيء مسلسل جديد هيك كنت تسوي للضحك وللتسلي. بس وين طيب؟ يعني انا ليش مليت؟ طيب يلا انا غلطان بحق اليوتيوب. طب غيري وغيري واللي ما عم بجيب مشاهدات طاول، واللي فيه بقناته مليونين وثلاثه واربعه ومشاهداتهم ما بتطفي ال 10000 وال 5000، بشرفكم غلط مني ولا من اليوتيوب؟ مو الذنب منهم كمان. يعني انا لو غلط مني كنت شفت يا اخي والله انا طاول، يعني عادي، يعني صرت عن جد مل انه انا انزل فيديو. وحياة العظيم وحياة المصحف مليت ان انزل فيديوهات. شو اعمل طيب؟ انا بدي نصيحة منكم يا جماعة، بتمنى من العالم ما حدا يقصر معي، لاني انا والله العظيم بحياتي ما قصرت مع حدا. وعلى كل الحمد لله رب العالمين ما بهمني، يعني خلص وصلت لدرجة على الاقل في ناس عن جد بتحبني وبتعرفني. وما حكي انا ما راح انه اقصر بتنزيل فيديوهات، راح نزل ودائما وكل يوم. والله العظيم راح راح الله راح ضل نزل. صرت خربت بالكلام. عرفت ليش؟ الصيام اخذ علي كني ولا والله العظيم ما بعرف. الصيام اخذ علي. ما عاد قادر اطبق الكلام مع بعض. اوكي، حطوا لنا لايك واشتركوا في القناه، وان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. الله يسعدكم، وان شاء الله هيك يكون رمضان احسن رمضان في حياتكم، واحلى رمضان بحياتكم. وان شاء الله بعيدكم بالعيد كمان. يعني بدي احاول والله انزل لكم فيديوهات، بس يعني بدي شو بدي احاول يعني انا كل، بس الاغلبيه يا جماعه اللي عالم بدي حب اللي بتحب تشوفي طبعا، الاكثريه عم نزل فيديوهات القصيره. تمام. ادخلوا على القناه بتشوفوا هيك شيء اسمه شورتس، بصوا عليها بتشوفوا الفيديوهات القصيره اللي انا بنزلها. بحبكم كثير، كان معكم اخوكم خليل، وان شاء الله يا رب هيك نكون السنه الجاي كل واحد ببلده بوطنه، نكون بسوريا ان شاء الله رمضان الجاي طبعا، ويكون ما في شيء طبعا، مو هيك نروح ما نفهم شيء. على كل احبكم جدا، تحياتي لكم، كان معكم اخوكم خليل. السلام عليكم.